في موضوع تاني عايزين نتكلم عليه وهو موضوع التقشير، بما ان بقى المواضيع بتجيب بعضها. احنا بنتكلم انه احيانا الانسان ممكن يتعرض لشمس كتير وتحصل له يعني الشمس مع الاتربه مع حاجات كتير بتعمل مشاكل وضرر في وجه الانسان والبشره، ويبقى محتاج. بنسمع المصطلح الشهير اللي هو انا عايزه بشرتي ترجع زي بشره البيبيهات تاني. بالظبط، هو ده الهدف من التقشير الناجح. بس بقى المشكله ان عمليه التقشير دي انا هقول لحضرتك عايزين ناخدها تفصيلا بقى وانواعها، وهل الليزر ليه دور النهارده في التقشير ولا التقشير كله بالمستحضرات التجميل يعني اللي المواد العلاجيه؟ المواد العلاجيه في تقشير بالليزر وفي تقشير بالمواد العلاجيه. هو التقشير كله يا اما تقشير سطحي يا اما تقشير متوسط يا اما تقشير عميق. تمام. التقشير ده زي انا دايما بقول عليه انه عالم، ده عالم لوحده بيعالج حاجات حرفيا ما فيش حاجه تانية بتعالجها. مشكلته في حاجه واحده، ان جلسته خليني اقولها بالعاميه كده مكروهه جدا 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 بالنسبه للبيشنت. واضح انها مؤلمه. جلسه مزعجه. لا مش مؤلمه، امال دي كريمات ومواد بتتحط على الوش او حتى لو جهاز بيمشي على الوش. الفكره انه هي جلسه مزعجه من ناحيه ايه بقى؟ الفتره اللي الوش بيبقى فيها او الجلد بيقع بيجدد نفسه بتبقى فيه زي قشور وحاجات واقعه من الجلد عامله شكل مش مظبوط للست. لو السيده دي مثلا سيده مجتمعات او لو عندها بيبقى فيه مقابلات مهمه، ضيوف مهمه بتظهر قدامهم، بتحتاج تحط ميك اب بشكل معين. طبعا التقشير ضد الميك اب، يعني عشان نكون واضحين. التقشير خلال فتره التقشير في تعليمات معينه، اولا لازم في تعليمات تلتزمي بيها تاخدي افضل مفعول. ميك اب ممنوع، ميك اب ممنوع بحدود. يعني لو انت عامله جلسه محترمه او فخمه بمواد محترمه اوكي بنسمح لها انها تحط ميك اب بشكل معين، بس لازم بتحط تحتيه كريمات شمس تناسب بشرتها وبتتحط بجرعات مظبوطه. صن بلوك يعني. تمام، صن بلوك. طيب. فبس ما يفضلش في اي ظرف من الظروف ان احنا نعمل تقشير قوي، اللي هم تحديدا انا بتكلم على قوي ده اللي هو المتوسط والعميق. دول ممنوع اللي معاهم الميك اب قولا واحدا. ماشي هنسمح لك لو التقشير ده سطحي تحطي ميك اب وتحطي تحتيه كريم الشمس وما بيبقاش فتره طويله، وتروحي تشيلي الميك اب بكلينزر محترم وميك اب ريموفر اوريجينال، وبعد كده تبداي تمارسي حياتك الطبيعيه تاني وتحطي كريم الشمس تاني. كده انت حفظتي وشك من المخاطر الميك اب او تفاعله مع المقشرات، لانه احيانا دي كيميكال وده كيميكال. طيب دكتوره نهى، دلوقتي التقشير 3 درجات. هل دلوقتي الموضوع يتعلق بالبيشنت اللي بيجي لك او بتجي لك وبتقول لك هي عايزه ايه او بتعرف ان هي عايزه ايه فبتختاري الحاجه، ولا على حسب؟ ده غلط، ده للاسف. لما ده لما الدكتور بيتهاون مع البيشنت في اختيارها لنوع الماتيريال او كده في التقشير، النتيجه ما بتبقاش في الصالح العام. انا عندي مثلا عندي ناس تقول لي انا عايزه اقشر، انا عايزه اقشر. لا، هو الفكره مش قشر السمك خالص خالص. الفكره ان انا اجدد الخلايا بشكل طبيعي ومظبوط. طيب ممكن واحده تبقى عندها الخلايا مش كلها تعبانه، ليه اعمل لها تقشير عميق او متوسط؟ حتى اعمله سطحي واعمله خفيف كمان، يا دوبك اوقع لها الخلايا اللي اوريدي ماتت عشان اسمح. هو الجلد الميت يعني؟ الجلد الميت عشان اسمح للجلد الصحي السليم ان هو ينتعش، يبتدي يطلع على السطح، يتنفس ويديها النضاره والشكل اللي هو الجلوي اللي بيعجبهم قوي ده.